على سلامتكم. يحكيوا اللي في عام من الأعوام وكما كانت العادة الباي يحضر ختمة الحديث النبوي في جامع الزيتون المعمور. البلاد تقوم قائمة ما بين ختمة وهمزية ومدح وكل زاوية متهمة، وشيخ المدينة يفرح بالضيف ويستاذن عيان البلاد. لكن شيخ المدينة تذكر في آخر الوقت اللي لحلوه ما تكفل بيه حد، وزمان عصر والسوق مسكر. ووقتها بعث الشاوش لدار الشيخ داود واحد من المخازنية متاع المدينة، وقال ورا سيدي الشيخ قال لك لحلوه في كفالتك والمجمع مع الباي بعد المغرب. وخرج وخلاه يدور في بلاصته. ضرب بخماسه في زداسه عزم على مرته، قال لها الاخبار. قالت له كيفاش؟ المغرب مازال عليه تاكتين وما عندي حتى شيء حاضر. قال لا دبر راسك، راهو راسي بين يديك. المرأة دخلت لدار الحركة ودارت في تراكنها، جمرت المسفوف اللي عندها بالزبدة، خطفت شرور الفاكهة عرجتهم بالخف، طيبت رغيدة الحليب والمستكة، وخذات صحاف الصدف وبدات هكاكا طاق بطاق، ونادات لراجلها وقالت له ان شاء الله ربي يكرمنا. اتلمت العيان والأئمة والبي كلا المحمر والمجمر والمقلي والمسقي، وجابوا له صحفة الصدف ومغرفة الذهب، واغتص بالمغرفة وكلا، ومنها تنهنه ونورت عينيه وقال شكون اللي حضرها؟ قام شيخ المدينة وقال له الشيخ داود. قال له حاجة هايلة، حاجة مستفنة، عفارم عليك يا شيخ داود. والشيخ التوا فرحان بمرته اللي بحدقتها نقذته من الويل. هيا بخاطركم.